شكرا للزميل سعود الرئيسي، شكرا لكل ضيوفك الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. لعلها واحدة من المباريات التي لا تحتاج إلى مقدمات، يمكن أن تكون لوحدها مقدمة لهذه البطولة وخاتمة إن أردت. يا للمواجهة المرتقبة، يا للنهائي قبل النهائي. لا تسألني عن الدور، لا تسألني عن المكان، لا تسألني عن الملعب، لا تسألني عن القمة. اجتمع الأردن والعراق في مكان واحد. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ يا له من موعد ويا لها من قمة تعيدنا إلى الذاكرة لمواجهة جمعت الفريقين قبل عامين هنا في الدوحة، ويومها بدأت شرارة استمرت ورافقت هذه القمة منذ النرويجي الذي أدار لقاء تونس وقطر ومصر والكويت وأخرج الكرت الأحمر الصافرة لضربة البداية لشوط المباراة الأول. المنتخب العراقي في البداية مشاهدينا يتذكر العراقيون بأن هذا الحكم أدار لهم مباراة في بطولة أدار لهم مباراة سابقة راح نتحدث عنها، لكن هنا الحديث مرضي يريد أن يبدأ الحديث، يتقدم فيها بيرسل كرة في اتجاه طه، راحت بعد ذلك إلى مرضي عرضية. طيب أعطينا مجال نقول التشكيلة، شوف هلي يا مرضي يا مهلي عرضية. الله، شوف الفرصة الأولى، حارس المرمى أحمد باسل هو الذي يتصدى لهذه الكرة. سيمثل العراق أحمد باسل في حراس أمين. وصل الأخضر السعودي إلى دور نصف النهائي أيضا، وودعت سوريا وفلسطين، لكن هنا عرضية والكرة بترجع مرة أخرى من جديد، والكرة بتصل بعد ذلك في مكان. شوفوا نتابع يا علي جاسر، الأسد العراقي يريد أن يستيقظ. العرضية الرأسية، الكرة بترجع مرة أخرى في مكان، الكرة تسقط والمحاولة ما زالت، والعرضية في مكان المحاولة، لكن الكرة بتتخلى الآن. بعدين نتكلم عن الغائبين. شوف الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل في مكان، راحت إلى الحظر الكبير، إلى الحظر الكبير، يزن يسقط. حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب. سلامات يا يزن، إنه يتعرض لإصابة وروح رياضية. برافو لاعبي المنتخب العراقي، روح رياضية يجب أن تسود مهما كانت المنتخبين. شوف يزن، شوف الحلول الفردية، شوف السحبة هنا، شوف المرور هنا، شوف بعد ذلك يا ساتر يا يزن، يا ساتر يا يزن، إنه يفقد توازنه. أتمنى بأن كرة ثابتة، التصويبة، الكرة من جانب مهند، لكن الكرة مقطوعة. إلى استمرارية في التضحيات، استمرارية في العطاء، الكرة بترجع، التمريرة تأتي، المحاولة تصل، البحث عن إرسال كرة عرضية، ما زالت المحاولة من علي علوان، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، ضربة ركنية في اللقطة الماضية. هذا علي علوان وسط تشجيع متواصل، لكن تغطية من زيد إسماعيل في اللقطة الماضية. هنا أو هناك الكرة بترجع مرة أخرى، عودة الفخوري يحاول فيها، بيرسل كرة هتأخذ، يا سلام على التمريرة، يا سلام على العرضية، لكن التغطية الدفاعية. الله على الإبعاد، تعود الكرة من نصيب تأخر فيها. أين الرؤوس؟ الكرة كانت عن طريق دفاعات العراقي هنا، وإبعاد لهذه اللقطة من جانب الكرة بعد ذلك في مكان في الجهة اليمنى عن طريق كرار نبيل. شوف الله، شوف المرور، شوف المرور من زيد إسماعيل إلى كرار نبيل، شوف البينية، لكن ما نفس. هذا ما نريده. صحيح بطولة أشقاء، صحيح التواجد، لكن المنافسة مطلوبة، والكرة فيها مرور، فيها مرور عرضية، لكن الله على التغطية، الله على كرار نبيل من حجز مكانه. الكرة بترجع في مكان في نص الملعب باتجاه عامر، بيرسل لك كرة في الجهة اليسرى، عودة فخوري، فخوري فخوري يحاول الآن يتلاعب، الآن يسقط الآن. حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب، والكرة بالطول وبتتحول من جديد. منصر اللعب الهدف الجميل من كرة ثابتة. شوف عودة فخوري، شوف هنا علي حلوان، وشوف هنا المهارة، وشوف بعد ذلك التمريرة من علي حلوان، وشايف بعد ذلك هنا محاولات اختراقات المنتخب الأردني في منطقة جزاء المنتخب العراقي. كرة تصل الآن من جديد. كثير من المظاهر، الكثير من المشاهد اللي شاهدناها في هذه البطولة، لكن هناك مشهد قادم،
هناك مشهد قادم والمحاولة بتتحول ولكن مقطوعة بشكل سليم. شوف الأدوار اللي يقوم فيها زيد إسماعيل ونبيل كرار في الأدوار الدفاعية لكن فقدها نزار الرشدان. يا للدور يا للدور نزار الرشدان، لكن بعد ذلك طالت وتحولت الكرة مرة أخرى في مكان لمصلحة المنتخب العراقي. لا مرور ينجح لاعبو المنتخب الأردني في استعادة الكرة سريعا. شوف هذه اللقطة وشايف هنا سلامات هذا أدهم القريشي، وهذا صورة أكام هاشم تعود الآن إلى نصيب عبد الله. نصيب بدوره بيرسل له كرة عالية وطويلة في مكان، لكن من نصيب حارس المرمى راحت الكرة مرة ملعب رمية. شوف هذا مرضي، لكن البطولة بحضورها وتوهجها في هذه البطولة وإن كانت النتائج أيضا للمنتخب السوداني لم تكن أيضا حاضرة. الكرة العالية والرأسية والمطالبة بركلة جزاء هنا من قبل لاعبي المنتخب الأردني. مصطفى سعدون شوف عودة فخوري، يا للقطة ويا للجنون الذي قد يبدأ مشهدا هنا. عرضية تأتي، رأسية تأتي، بعد ذلك مصطفى سعدون. شوف اللقطة، شوف اللعبة، والكرة تعود بعد ذلك إلى تقدير حكم مباراة اليوم والضغوطات الكبيرة. انظر إلى اللقطة، مرضي برأسية. شوف يطلبون الفار. حكم المباراة أكيد في كلام، أكيد في صوت، أكيد في تشيك فار. انظر إلى الصوت الآن هنا في المدينة التعليمية. مشاهدينا متابعينا، بالمناسبة الأردن في المباراة الأولى كانت له ركلة جزاء، لا والله كانت ركلتين جزاء علينا بس واحدة انشالت. في المباراة الثانية كانت له ركلة جزاء على الكويت. في المباراة الثالثة كانت له ركلة جزاء على المنتخب المصري. هل تكون هناك ركلة جزاء رابعة للمنتخب الأردني؟ نشوف ونتابع الركلات الثلاثة اللي احتسبت على المنتخب الأردني في نهائي كأس آسيا الآن في الدوحة. مشاهدينا متابعينا، قد تكون هناك ركلة جزاء رابعة للمنتخب الأردني في بطولة كأس آسيا. نشوف ونتابع. شوف مصطفى سعدون، لا أحد يريد أن يكون في مكانك الآن، أعلم ما تشعر به، إنه ضغط كبير. الآن تتمنى أن تنجو، ألا تحدث نفسك بهذا الحديث الآن؟ تريد أن تنجو ولا تعرف كيف سيكون الأمر. يعود الأمر إلى تقدير غيرك. كيف سيكون تقدير غيرك في هذا التوقيت؟ مصطفى سعدون في حديث بين النفس في هذه الأوقات. شوف وضعية اليد هنا، وشايف هنا محمود مرضي بالكرة الرأسية، وبعد العودة إلى الفار من حكم المباراة. ماذا سيكون القرار؟ يا حكم عندك قرار لسه بتسولف. نشوف الآن Player number 3 from Iraq makes his body bigger and the ball touched the arm. Final decision is penalty. ركلة جزاء مشاهدينا متابعينا، ايش رايكم وانا فاهم؟ ركلة جزاء الان للمنتخب الاردني مشاهدينا متابعينا بقرار بعد العودة الى الفار. يا مصطفى سعدون لم تنجو، لديك فرصة للنجاة الان، ان يتصدى احمد باسل لهذه الركلة. نشوف ونتابع احمد باسل في حراسة المرمى، وشايف هنا نزار رشدان يقترب من هذه اللقطة، والقمة قد تبدأ الآن، القمة قد تبدأ الآن. شوف يقول يا رب، شوف قالها مرة ثانية الآن بعد الكاميرا. نشوف هذه اللقطة واللعبة في هذه اللقطات والدعوات في هذه الأوقات مشاهدينا متابعينا. نشوف هذه في الجانب الآخر الترقب هنا. نشوف الآن هل يسجل عودة فاخوري أم أنها كرة علي علوان الهداف، أم أنه علي علوان هداف البطولة من ركلات الجزاء. نشوف الآن ركلات جزاء من مباراة إلى أخرى. علي علوان يريد الآن أن يسجل في هذه المباراة المهمة. نشوف هذا علي علوان المثلث مع يزن ومع موسى تعمري. إن كنت تتحدث عن موسى وتتحدث عن يزن لا يمكن نسيان علوان، لكن الآن أعصاب وأنفاس تحبس وتركيز عالي. علوان سيتقدم الآن،
علوان سيتقدم من علامة الجزام، من علامة الجزام. شوف جمال السلامي وشوف علوان يتقدم. الله أغيب لكن بالمهمات ما غيب. نشمي ولا خيب ظنون النشامة، هكذا العنوان، هكذا علوان. 1-0 من علامة الجزاء، يتقدمون ويسجدون من ركلة جزاء. إن كنت في الأردن ستتحدث عن موسى وتذكر يزن، لا تنسى علوان أبدا. إنه الضلع الثالث، الله على الحطة، على الهدوء، على الركنة، على السعادة. علوان يتقدم ويبدأ القمة. 1-0 ركلة جزاء. المنتخب العراقي الآن يتأخر بهدف مقابل لا شيء. سعادة كبيرة على الجماهير الأردنية في مباراة اليوم وفي الدقائق الخمس الأخيرة على الوقت الأصلي. مباراة كانت تحتاج هدف، الهدف يأتي من علامة جزاء ومن علامة الجزاء، والكرة بترجع من جديد طويلة وعالية رأسية بتبعد. كنت أقول في الشوط الأول بأن المنتخب العراقي ما أعطانا شكل هجومي. يا علي يا جاسم يا كالتشو يا إيطالي، اللاعب الذي ذهب إلى كومو لكنه لم يستمر لفترة طويلة. الآن يتواجد مع النجم السعودي لكنهم ما زالوا ينتظرون نجومية لعلي جاسم أكبر للمنتخب العراقي. رأسية لكن الكرة بترجع مرة أخرى، ضربة ركنية. مشاهدينا متابعينا نشوف ونتابع أجواء كبيرة في استاد المدينة التعليمية. 1-0 يتقدم الأردنيون. نشوف الضربة الركنية مشاهدينا متابعينا في مباراة ما زالت تعود. الآن الكرة صارت بعد ذلك الأردنية. نزار الرشدان بيرسل الكرة في مكان عادت الكرة بعد ذلك مرة أخرى. يا سلام على المرور، هنا التمريرة، هنا البينية، هنا العرضية. الله عود الفخوري من إعلان اسمه أمام العرب. يا للراية التي حرمتك من هدفين يا فخوري. كنت أن تختار هذه المباراة كما اختارتك، لكن الكرة في اللقطة الماضية. شوف الهجمة، شوف التيكي تاكا. هل كان تسلل على علوان؟ ليس على الأردن. سيكون هذا ثالث سيمي فاينل تصل إليه، لكن ما زال هناك وقت طويل وما زال هناك عراق، ما زال هناك وقت طويل والمحاولة تسقط. ولكن ضربة ركنية، أقول لك يا مدام، ضربة ركنية عرضية رأسية. تعود الكرة مرة أخرى في الجهة اليسرى. ما زالت المحاولة لمصلحة المنتخب العراقي. الكرة الأخيرة في الذي يحمله العراقيون ويريدون من خلاله أن ينظروا إلى لاعبيهم الذين يعودون مرة أخرى لهذا اللقاء. الأسود يا أحمد يحيى، والتصويبة لكن الكرة بعد ذلك بتتحول. شوف مهند علي، أراد ثاني هدافي الجيل الحالي ب25 هدف بأن يبدأ ليلة هداف الدوري العراقي. العرضية، الله، كرة بضيع في اللقطة الماضية عن طريق أحمد حسن. شوف علي جاسم بيرجعها مصطفى السعدون. الكرة انطلاقة فيها التمريرة. تعود الكرة مرة أخرى في مكان عرضية، الله، راسية. ما زالت المحاولة ولكن من الكرات الثابتة. هل يعود الأسود؟ العرضية، الله، ما زالت التصويبة، ما زالت الكرة فيها دربكة. شوف هاشم في اللقطة الماضية سوى كل الحركات والكرة تحولت إلى خارج الملعب. ماذا يقول الحكم في صبون؟ شوف هذه اللعبة وشايف هنا المحاولة اللي كانت بتتحول فيها. مصطفى السعدون غير، مصطفى السعدون يحاول الآن. حسن عبد الكريم صواب، الله يا للكرة العراقية الأجمل في هذا اللقاء يا علي جاسم.
هذه من كرة الكالتشو. شوف التصويبة، شوف لاعب النجمة أراد أن يرسل نجمة هنا. يا للتصدي من حارس المرمى يزيد أبو ليلى. هل قطعت إجازته؟ هل قطعت إجازته يا علي جاسم؟ إنه يقطع الإجازة. عرضية يحاول الآن العراق يقترب. أسدي يا للتصويبة من علي جاسم، لكن انظروا إلى القفاز. الله الله بأطراف الأصابع. يا يريدون عبورا، يريدون عبورا عرضية، لكن أين الرؤوس؟ الكرة بترجع مرة أخرى في مكان إلى حسن عبد الكريم. تصويبة لكن الكرة بتتخلص. الأردن بدفبان المحاولات. علي جاسم يتصرف، علي جاسم يتصرف. الكرة فيها سحبة، فيها عرضية، فيها راسية، ولكن بالبوكس حارس المرمى ما زالوا يحاولون الآن. الكرة الراسية تأتي. شوف العراق، شوف التواجد في منطقة الأردن الآن. الله العرضية يا رب، المحاولة ما زالت. حكم المال. لم تنتهي الأمور، لم تنتهي الأمور. الكرة فيها السقوط، المحاولة، التمريرة، الكرة، التصويبة يا رب. ما زالت المحاولة. يا ابو ليلى، يا ابو ليلى، هذه ليلة أخرى، ليلة أخرى، ليلة أخرى. قفازك الأيمن وقفازك الأيسر تكفل بتصديين هنا. شوف يزيد أبو ليلى، شوف علي جاسم. يا له من حوار بين الاثنين. يا علي جاسم، أنت الآن تتحدى يزيد أبو ليلى. شوف يزيد أبو العراقي لم يتوج حتى هذه اللحظة بهدف. نشوف ونتابع علي جاسم. علي جاسم الكرة معه، والكرة بتصل الآن مرة أخرى. البينية، العرضية، لكن يزيد الأرقام. هل تترجم هذه الأرقام؟ عرضية راسية لا تأتي. عبد الله بن نصير. فسيعود العراق، وكل هذه الضربات الركنية لا تستغل. الكرة العرضية، المحاولة تأتي، الكرة الراسية، والكرة